اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. النهارده فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ عبير. طبعا احنا متعودين في القناه بتاعتنا على الاكلات الاقتصاديه، وطبعا ساعات بنعمل اكلات يعني زي اللحمه، فراخ. النهارده هنعمل مع بعض وصفه جميله جدا، وصفه شعبيه جميله أوي انا بحبها عن نفسي. النهارده هنعمل مع بعض المسقعه. هنعملها ايه؟ طاجن في الفرن، وهنعمل جنبها ايه؟ حبه مكرونه بطماطم، وهنعمل صلصه الطماطم مع بعض النهارده. مقاديرنا ايه النهارده او مكوناتنا ايه النهارده؟ معانا بتنجان مقطعينه زي ما انتم شايفينه كده، ايه، شرايح بالطول مش بالعرض، وحاطين عليه ملح، سيبناه لمده ساعه او ساعتين. وزي ما انتم شايفين بصوا منزل الميه بتاعته قد ايه. الميه دي هي اللي بتخلي البتنجان بيشرب الزيت. يعني عشان تعملي بتنجان تقليه في الزيت هينزل ايه، هيروح شارب الزيت كله. لا، انت اعمليه بالخطوه دي جميله جدا، وهتخليكي البتنجان معاكي مقرمش كده ومش شارب زيت. معانا طماطم، معانا بطاطس للمسقعه مقطعينها صوابع زي ما انتم شايفين كده، وحاطينها في ميه عشان ما تسودش. طبعا مسقعه يعني فلفل. ومعانا توم، ومعانا بصلايه صغيره. هنعملها للمكرونه وللمسقعه، عشان انا مبحبش البصل كتير في الاكل. اول حاجه هنعملها طبعا هنروح ايه، نعمل صلصه الطماطم بتاعه المكرونه والمسقعه. الاتنين بيتعملوا يعني فيهم مشابه من بعض، بس بتاعه المسقعه بيتحط عليها طبعا خل، بتاعه المكرونه بيتحطش عليها خل. فاحنا هنضرب البصلايه والثوم، وبعد كده نروح على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. تعالوا هنا بقى، جبنا حاجه على البوتاجاز زي ما انتم شايفينها كده. هنعمل ايه؟ صلصه المسقعه. نجيب حبه زيت كده، معلقتين 3 زيت، مش هنكتر لان طبعا احنا لسه هنقلي البتنجان. وهننزل بالايه، بنص كميه البصل مع الثوم اللي احنا ضربناهم فين، في الكبه بتاعتنا. هننزل كده ايه بنصهم، يا دوبك بس احنا مش هنحمرهم، او يا دوبك بس الريحه بتاعت الثوم تطلع، وبعد كده ننزل بالطماطم لا، ننزل بالخل الاول وبعد كده ننزل بالطماطم. فعشان كده انا ما رضيتش اعمل التسبيكه واحده، لان طبعا زي ما قلت لكم تسبيكه المسقعه غير تسبيكه المكرونه، بيتحط عليها خل تسبيكه المسقعه، انما المكرونه ما بتحطش عليها خل. فهنجيب الطماطم بتاعتنا بعد احنا ايه عصرينها ومسبكينها، نشوح فيها بالشكل ده كده. خلاص زي ما انتم شايفين كده ايه، التومه بتاعتنا ريحتها طلعت. هننزل بالايه، بالخل زي ما قلت لكم، معلقه خل كبيره كده، ما الخل اصلا خلص بالشكل ده كده. وهنقلبها وننزل بالطماطم بتاعتنا. هننزل بقى بالطماطم بتاعتنا كده ونسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا كثره الصلاه على النبي بتجيب الفرج زي ما انتم عارفين. هنحط ايه، نص مقدار الطماطم. وهننزل بقى بالبهارات بتاعتنا. هنحط ايه، نص معلقه كمون، ونص معلقه فلفل اسمر، ونص معلقه كزبره. ونقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضنا كده. وبعدين هنحط ايه، الملح بتاعنا، نص معلقه ملح، ونشوف بعد كده احنا محتاجين ملح ولا لا. كده ايه التسبيكه بتاعت المسقعه خلصت. تعالى بقى نعمل ايه التسبيكه بتاعت المكرونه. بجد ولا تسبيكه زي العسل، وريحتها مش قادره اقول لكم. طبعا نسينا نحط ايه، نص معلقه سكر زي ما احنا متعودين. هننزل بنص معلقه سكر عشان الحموضه، طماطم يعني ايه، هنحط نص معلقه سكر. وهنقلب دي بالشكل ده كده، وهنسيبها تتسبك مع نفسها. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. تعالى بقى نعمل تسبيكه المكرونه. بقى نعمل الصلصه بتاعت المكرونه. هننزل بحبه زيت برضو، انا بحب اعملها بزيت عشان خاطر بتطلع بالزيت بتبقى مفلفله وجميله جدا، احلى من السمنه بكتير. وهننزل بقيه البصل بتاعنا اللي احنا كنا شايلينه. جربوها بالطريقه دي، البصل والثوم بجد والله في المكرونه جميله جدا، بتوديها في مكان تاني خالص. ولادك لما بيحبوش المكرونه هيحبوها بالطريقه دي. هننزل بقى ايه الثوم والبصل بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، وهنقلب برضه يا دوبك تشويحه بس. وننزل بالطماطم بتاعتنا. هنا بقى خلاص ريحه الثوم طلعت زي ما قلت لكم. انا ما بحبش احمر البصل قوي، وبعمل بصل بسيط جدا، ان ولادي ما بيحبوش البصل في الاكل.
فبعمل لهم بصلايه صغيره. وهنزل بالطماطم، بعصير الطماطم بقى ايه بالشكل الجميل ده كده. بحب اعمل المسقعه مع المكرونه، تبقى جميله جدا بجد والله، بيبقوا ثنائي عسل ملوش حل. بالشكل ده كده. وهنقلب المكونات دي كلها مع بعض كده، وبعدين نحط البهارات بتاعتنا. هننزل بقى بايه بنص معلقه كمون، وبعدين وهنحط نص معلقه ايه كمون كزبره، وهنحط نص معلقه ايه فلفل اسمر زي ما حطينا في التسبيكه الاولانيه. هنحط دي طبعا، ما ننساش بقى طبعا الملح. وهننزل بالملح بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، ونقلب بقى نسيبها تتسبك ايه. طبعا تسبيكه المكرونه بتبقى تقيله غير تسبيكه المسقعه. هنقلب بالشكل ده كده، ونظبط الملح بتاعنا، وهنغطي على لغايه ما تتسبك. وبعد كده ايه نسلق المكرونه بتاعتنا بقى ايه. تعالوا هنا بقى ايه التسبيكه بتاعتنا بتاعت المسقعه ايه خلاص اتسبكت. هننزل عليها بايه بشويه ميه، واول ما تغلي هنسقط فيها ايه. تعالوا بقى هنا هنسقط البطاطس بتاعتنا، هتاخد غلوتين قبل ما نحطها في الطاجن في الفرن، لان هي بتاخد سوا شويه، فاحنا هنحطها تاخد غلوتين في الصلصه بتاعتها. وبعد كده نشوف هنعمل ايه. طبعا معلقين على المكرونه اللي بنسلقها. تعالوا هنا بقى على ما التسبيكه بتاعتنا تخلص، او البطاطس بتاعتنا تستوي. هننزل بالبتنجان بتاعنا نحمره. طبعا محضرين ايه مصفى عشان هنطلع فيها، مش هنطلع على ورق مناديل. هنطلع على مصفى عشان لو فيها زيت ولا حاجه يصفي الزيت اللي فيه. هننزل بالبتنجان بتاعنا كده ونحمره، وبعد كده نطلعه في مصفى زي ما قلت لكم. هياخد لون من تحت، نقلبه على الوش التاني، وبعد كده نطلعه في المصفى. زي ما قلت لكم بقى البطاطس بقى خدت غلوتين زي ما انتم شايفين كده، والصوص بتاعها زي ما هو موجود فيها. هناخدها بقى ونحطها في ايه في الطاجن بتاعنا. بتبقى طعمها جميل جدا في الطاجن. اعملوها بالطريقه دي جميله، هتعجبكم جدا والله. هنشيل بقى البطاطس بتاعتنا ما استوتش، يعني هي يعني يعتبر نص سوا، عشان لسه هتخش الفرن ايه وتستوي سوا كامل في الفرن مع البتنجان. هي ما بتاخدش وقت اصلا في الفرن، يعني بالتالي يعني بكتير قوي ربع ساعه كده اهو بالشكل ده كده. وهننزل بقى بالبتنجان بتاعنا. طبعا زي ما انتم شايفين حاطاه في مصفى عشان ينزل ايه الزيت اللي فيه، لو في زيت يعني ولا حاجه. بس انا هوريكم اهو، بصوا بجد والله، بصوا الطبق عامل ازاي لما احنا حطينا ملح عليه وكده. ما فيهوش زيت خالص، ما بيشربش زيت لما بتحطش ملح عليه. هنرص بقى البتنجان بتاعنا ايه بالطريقه اللي تعجبك. نشيل بس الكبشه بتاعتنا بالشكل ده كده. خلاص كده بقى رصينا البتنجان زي ما انتم شايفين كده. نحط بقيه الصوص بقى ايه عليها كده بالشكل الجميل ده كده. ولادي دخلوني المطبخ يقولوا لي ايه الروايح الجميله دي يا ماما، روايح جميله جدا بجد والله. هنحط كده بالشكل ده كده، ونحط بقيه الصوص بتاعنا الجميل ده كده، وهنغطيها بقى بورق حراري. وبعد كده هندخلها على الفرن فورا، واول ما تطلع من الفرن اوريها لكم. ودي بقى صلصه الطماطم اللي احنا هنحط فيها ايه المكرونه بتاعتنا. طبعا المكرونه سلقناها زي ما انتم شايفينها كده اهو بالشكل الجميل ده كده. وهننزل ايه بالمكرونه نسخنها بقى ايه مع الصلصه الجميله اللي ريحتها جايبه لاخر الدنيا. طبعا حاطين طاجن المسقعه في الفرن عشان نقدم كله مع بعضه. نحط بقى المكرونه بالشكل ده كده ونقلبها. طبعا بشيل حبه سلطه في ركن كده عشان خاطر لو الصلصه كتيره ولا حاجه ما تبقاش المكرونه مليانه صلصه. هنقلب بقى المكرونه بتاعتنا بالشكل ده كده لغايه ما نوصل للون المطلوب بالشكل الجميل ده كده. هنفضل بقى نقلب في المكرونه دي بالشكل ده كده لغايه ما تسخن معانا. وده اللون المطلوب بتاعنا اللي احنا عايزينه في المكرونه، بيبقى اللون الجميل ده كده. ازيد من كده تبقى يعني بتدي طعم مش حلو. تسخن بقى معانا كويس جدا، ونقدمها بقى مع الايه مع المسقعه، طاجن المسقعه.
شكل الطاجن بعد ما طلع من الفرن بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين، الله اكبر عليه بجد، تحفه تحفه. والريحه بتاعته مش قادره اوصف لكم، ريحه جميله جدا. ودي المكرونه اللي احنا عملناها بالصوص الطماطم. طبعا بقى لو عجبكم الوصفه ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.